الأعزاء المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحتفل الأخ العزيز حيدر حسن قائد الجبوب وكافة أفراد أسرته الكريمة بزفاف 10 من أبنائه هنا في قصر الوشاح. أعددنا لكم أيها الضيوف الكرام فيلما وثائقيا عن الامتيازات السياحية في محافظة ريمة. نأمل أن تقضوا معنا أمتع الأوقات واللحظات. اسبح في عالم من البهاء، حلق عاليا في مدارات الجمال. هنا في محافظة ريمة تتدفق الحياة بروائع الامتيازات الطبيعية المدهشة، فأينما شخصت ببصرك لمحت عنوانا جميلا جديرا بالاهتمام. فمن أعلى قمة في جبال كسمة وحتى قيعان الأودية في الجعفرية تنساب ثلاثيات الأجواء المنعشة: الماء والخضرة والضباب، فيما النسيم العليل يفوح عطرا بين ثنايا المروج حتى آخر نقطة في الطل. ومن أعالي حصون الجبين وقلاع السلفية حتى سهول بلاد الطعام ومزهر تبدو الحياة الطبيعية مثخنة بعجائب الزمان وأسرار المكان. كل شيء هنا يعكس أهم ما في حياة الريف اليمني من تنوع بيئي باعث للسعادة والنقاء، بعيدا عن صخب المدينة وضجيجها. هدوء وسكينة يخيم في أرجاء المكان، هدوء ممزوج بألوان الطبيعة المتوهجة على نطاق واسع. وثمة تنوع مناخي يتأرجح في ثنايا السلسلة الجبلية، ما يجعل الحياة تعيش أجواء الفصول الأربعة. فأجواء الصيف تخيم على بطون الأودية وقيعان السهول، فيما الربيع المنعش يغرس أنفاسه في ثنايا الضواحي والمنحدرات. أما فصلي الخريف والشتاء فيمتزج حفيفهما على قمم الجبال والشواهق العاتية، فسبحان الخالق البديع. وإذا ما تأملت جيدا في الخطوط المستقيمة التي سطرتها سواعد الرجال في أنحاء مديريات محافظة ريمة، أعني بها آلاف المدرجات الزراعية، فإنك ستقف أمام أعظم معركة خاضها الآباء والأجداد منذ مئات السنين، حتى صارت تلك الشواهق العاتية مرتعا خصبا عامرة بخيرات الأرض المباركة. أما قمريات البن في ريمة ستبقى حكاية جميلة يتفاخر بها الأهالي في كل وقت وحين، كون هذه الأحواض تأخذ طابعا معماريا فريدا وتشكيلا هندسيا بديع. فهذه البيات المشيدة بإحكام ساهمت بقدر كبير في تحسين جودة محاصيل البن والزنجبيل، كونها تحتفظ بخصوبة التربة طوال العام، ما يجعلها ذات جدوى اقتصادية مهمة.
وتمتلك محافظة ريمة سلسلة من الأودية العامرة بالأشجار الكثيفة كأشجار المانجو والموز والقشطة. شلالات ريمة هي الأخرى ترسم لوحة جميلة في مواسم الأمطار، فهذا شلال الجعفرية لا يكل هديرا إذ يتدفق بماء سلسبيل عذب زلال في منظر خلاب يأسر الألباب. وتلك شلالات شعب بني الطليلي غاية في الجمال، فحينما يحالفك الحظ الجلوس في هذا الديوان الفسيح بالتأكيد ستحيط بك الروعة من كل جانب، لا سيما وهدير السيور تعزف أعذب لحن يداعب الوجدان في مشاهد تبعث على النفس الارتياح. ولأن رجال ريمة لا يسألون الناس إلحاحا، كونهم يتمتعون بالعزائم الصلبة والهمم العالية، شعارهم دوما الاعتماد على النفس فضيلة، ولأن الأمر كذلك فقد انحنت أمامهم الجبال، إذ يعيش الأهالي حراكا تنمويا فريد، حراك أنعشته المبادرات المجتمعية بصورة أدهشت المجتمع اليمني، كل ذلك نابع من عبقرية الحجر وعنفوان الروح التي أقامت الجسور والطرقات وشيدت الأسوار العالية بكل همة ونشاط رغم الظروف والأوضاع المعقدة في الوطن. ولأن الطريق إلى محافظة ريمة متعدد المسالك والدروب، فإنه يستطيع أي عاشق للسياحة والسفر أن يقرأ بصريا ما تيسر له من صور السحر ومفردات ألوان الطيف الإلهي الآسر، فالزائر لهذه المحافظة الحسناء سيخرج بانطباعات الإعجاب والدهشة والذهول، فهذه الطبيعة الفاتنة تأخذ الروح من تلابيبها وتغرس فيها زوابع الشجن. يقول الشاعر فقيد الوطن مهدي الحيدري: لم يرعني أني وجدت بلادا تلبس الصيف في الشتاء الأكمة، وغماما تحت الجبال تراءت كل طود وقد تأبط غيمة، وبأني وجدت فوق وكر النسر ناسا تبني على الوكر قمة، وشموخا فوق الشموخ وعزما يفقد العزم في المدى الصعب عزمه، في بلاد هي الربيع وإلا هو منها كالطفل يشبه أمه، فإذا كان للإباء مكان ينبت العزة فالعزيزة ريمة. عانقي يا جبال ريمة، شماريخ شمسة، عانقي يا جبال ريمة، شماريخ شمسة. هكذا أيها الأحباب الكرام عشنا معكم أمتع اللحظات في ربوع الجمال الريمي المذهل. كان معكم إعدادا وتقديم إبراهيم محمد العامري.